يلا اكو فد واحد كل ما يتزوج امرأة تموت، تزوج الثانية ماتت، تزوج الثالثة ما ماتت، 3 اشهر بقت يمه. قال له ليش؟ قال خليت لها جهاز حماية. الكهرباء معناته الكهرباء. يا رئيس الوزراء رحمة للعباس سوي الكهرباء. الكهرباء لعبت نفسي، لو تطب الظهر عندنا تشوفها مجطلة الوادم كانها تبسي، وعند واحد من اخوتي لو تشوفها تقول من قد الحرارة كان عبسي. المشكلة انا بابوي، المشكلة انا بابوي تدري بي حج كبير يعني قاعد، الحج خبرنا الحقيقة كل ربع ساعة وسألنا على التقاعد. هاي زين شوف حاله شلون من تطفى القوة وهي شرج واقفة وماكو مولد، يعني من قد الحرارة شوف حجينا التوه. وين اهل الرحم صاح رحمة للعباس شغلوا لي الهوى، بعد ما اصبر ثواني وانا وامه وكل اخوتي نهف قمنا بالصواني، الما يهفي يدق لتنكي وانا شغله بطلته واشتغل للحج بنك. انت شوف شلون عيشه، انت شوف شلون عيشه. بس اروح شوية غاد صح حجينا بعد شو ناقص ريشه. وطاح متن من التهف وطلع بعيونه حمار، انه فوق الضيم كله يقول هذا الهوا حار. قلت له قابل سبل ثاني، انت ما تشوف المصيبه قاعد نهف بصواني، شلون اشد بظهره حلفه واحط واتر بم بذاني وراح اتربس بصدري، واذا صار الهوا حار بصون دوري شو لظهري. الله الله يا رياض لعبة المجاهدين مثل ما سمعتوا ومثل ما شفتوا شلون رياض سخر من الكهرباء. وهي دعوة، ونوجه دعوتنا احنا من خلال قناة السلام الفضائية الى كل الاخوة المسؤولين والساسة وصناع القرار السياسي في هذا البلد ان شاء الله ان يلتفتوا الى هؤلاء الناس، الى ان يلتفتوا الى مظلوميتهم. الكهرباء يعني ايش ما نقول عنها، ما نفي طروحات صارت كثيرة، يعني بدينا حتى نمل، يعني هذا الموضوع حتى يعني بدأ يزعج الناس كثيرا. وان شاء الله هي دعوة صادقة ان مسؤولين على الكهرباء يا رياض يبعدوك عن الحلفة ويبعدوك عن التهفية للوالد. اذا راح هسه نسمع من فريق باء